اهلا وسهلا بيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه والف خير. اللي ما يعرفش قناتي، انا قناه ايا شانل، واللي اول مره يشوفني يعمل لي لايك واشتراك ويتشرف بيه طبعا باللايك والاشتراك بتاعه معايا في قناتي. هنعمل النهارده مع بعض شويه سمك كده بولتي من الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول، سمك طازه ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده. ومعانا هنا ايه؟ معانا هنا الخلطه بتاعته عباره عن الثوم، فلفل اسمر، كزبره، كمون، ملح، وقرنين فلفل. طحنت الكلام ده كله مع بعضه في الكبه، اداني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، والريحه طالعه تحفه جدا. معانا السمك بتاعنا اهوت يا جماعه. دلوقتي انا همسكه افتح فيه كده كل ناحيه 3 قطع، عشان السمكيه وانتي بتاكليها تبقى طعمها حلو ومحققه كده بالملح وبالتتبيله بتاعته، وبيبقى تحفه. يلا خليكم معايا، ما تسيبوناش وتروحوا في اي حته. هنكمل الفيديو مع بعض وخليكم ما تروحوش في اي حته. اهو يا حبايبي، همسك السمكية كده. لما تيجي تنقي السمك، تنقي السمكية اللي ظهرها عريض كده، عشان بيبقى فيها كلها سمك، بتبقى لحم كتير قوي ما شاء الله. ما تنقيش اللي ظهرها رقيق، لان مش هيبقى فيها لحم خالص. بنفتحها زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، وممكن تفتحيه كده برضو، بس انا بفضل ده اكتر، لان انا كده بقى بالطول بخلي اللحم كله طعمه حي وبيبقى مسكر زي العسل. اهو تمام كده. ومعايا انا بوله تانية اهي، هنحط فيها. اخلص وارجع لكم. اهو يا حبايبي، انا فتحت السمك بتاعي كله اهو زي ما انتوا شفتوا من الجنبين، من هنا ومن هنا. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هحشي السمك بتاعي بالخلطه الحلوه قوي دي اهي، من جوه كده، وفي كل الفتحات اللي معانا دي كده يا جماعه اهي، عشان السمكه تبقى حقيقه كلها وطعمها جميل. معلش فلتت من ايدي اهي. اللي خلصتها دي احط بقى دي في البوله واشوف غيرها اهي. معلش السمك بيتزفلط اهو يا حبايب قلبي. لو وصلتوا بقى معانا لحد هنا، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك لقناه ام مودي وبناتها، لقناه ايا شانل. سوري يا جماعه، القناه التانية دي اتقفلت، معلش. ربنا يعوضنا ان شاء الله في القناه دي. هخلص بقى بقيه المقدار يا حلوين وارجع لكم. طبعا انتوا كلكم ستات شاطرين وبتعرفوا تحيقوا السمك، يعني اقل حاجه دي يا جماعه. انا بعمل كده عشان خاطر بناتنا الصغيرين اللي لسه في بدايه حياتهم يشوفونا واحنا بنعمل كده. اهو يا حبايبي، احنا تبلنا السمك بتاعنا كله اهو ما شاء الله. هنسيبه بقى قد ساعه ساعتين. لازم لما تكوني هتعملي سمك على الاقل حاجه تسيبيه ساعه او ساعتين بالكتير، مش بالكتير يعني. كل ما تسيب السمك في الحياء بتاعه بيبقى مسكر وطعمه زي العسل. معانا ايه تاني النهارده؟ معانا صبيط. تمام، معانا الصبيط اهو، هنعمله طاجن برضو في الفرن. هنقطعه كده ونجهزه ونرجع لكم. اهو يا حبايبي، وضبنا خلاص اهو الصبيط، قطعناه حتت صغيره كده. على فكره اول مره اعمله بالشكل ده. وقطعت خضار، فلفل، طماطم، جزر، بصل. تمام. هخلط كل الخلطه دي مع بعضها واحطها في الصينيه. خليكم معايا ما تروحوش في اي حته. اهو يا حبايبي، جهزنا حاجه زي ما وريتكم اهو، الطماطم والفلفل والبصل والجزر، ومقطعنا الصبيط معانا. وهنا الخلطه بتاعته عباره عن كمون وفلفل وكزبره وملح، وطبعا قرنين فلفل وطحنتهم في الكبه، وليمون. طبعا الليمون لازم في كل الوصفات، ما تنسوش طبعا كل الحاجات البحريه، الاكلات البحريه لازم ليمون. دلوقتي هنعمل ايه؟ هننزل بالخلطه الحلوه دي كلها هنا كده، الالوان الجميله دي كده. هننزل بالصبيط وهنزل طبعا بالخلطه دي عليه كله كده، وكمان معلقتين زيت. تمام كده. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. تمام كده. وطبعا احنا مولعين الفرن دلوقتي، عشان النار لازم يبقى الفرن بتاعك ساخن. هنبقى مسخناه مسبقا. تمام يا حبايب قلبي اهو.
انا مش عارفه اقلب كويس عشان انا يعني بصور نفسي يا جماعه. هقلبه كويس وارجع لكم اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده قلبت كل حاجه مع بعضها، ودلوقتي انا هحطه في الفرن زي ما قلت يا حبايبي. السبيط خلص معانا ما شاء الله، جميل وشكله حلو قوي وريحته وطعمه جميل. بصوا حلو قوي وطعمه هيعجبكم. او انا كنت عملته، كنت اول مره اعمله بالطريقه دي بقول لكم اهو، بس انا كنت بعمله قبل كده كريمه الطهي وبحط عليه حاجات، يعني حاجات كتير. فالنهارده بصراحه بقى قلت ايه، انا عامله سمك فهعمل ده جنب منه، فهعمله كده بالخضروات بس. بجرب طعمه لقيته طعمه حلو فعلا بجد، عجبني قوي اهو يا حبايبي. تمام يلا بقى دلوقتي احنا خلصنا خلاص الطاجن بتاعنا ده، هننقله كده ونغلف السمك بتاعنا بقى بالدقيق اهو يا حبايب قلبي. تمام انا ما بحطش نشا ولا حاجه، هو الدقيق بس يا بنات. بصوا حبايب قلبي اهو، بس خلاص كده تمام. نفضه كده هحطه بقى على كيس بلاستيك الناحيه التانية. هخلص بقى يا حبايب قلبي المقدار وارجع لكم. السمك بتاعنا يا حبايبي وهو بيتقلي، بص بقى تحت لكم الكشاف اهو. طبعا السمك سهل، حته القليه بتاعته سهله جدا. تمام نخلص بقى بقيه المقدار كله وارجع لكم يا حبايبي. السمك بتاعنا قليناه ما شاء الله زي الفل. بصوا شكله وتحميرته، تحميرته تحفه. ومعانا طاجن السبيط ومعانا طبق السلطه. تمام كده يبقى كده اكله كامله متكامله. هو ناقص الرز، هجيبه لكم ثواني نسيت. وادي طبق الرز بتاعنا الصياديه الجميل. تحمري البصل كويس، وممكن تبشري معاه حبايه طماطم، بس انا ما حطيتش النهارده طماطم. ممكن تبشري كمان جزر، بيبقى تحفه بالجزر. تمام معانا كده بقى ايه، الوجبه كامله متكامله. معانا سلطه ومعانا رز ومعانا سمك مقلي جميل، سمك مقلي كله برقلي، ومعانا طاجن الصبيط كده. تمام قوي قوي. ايه رايكم في الوجبه بتاعتنا الجميله دي؟ يا رب بقى لو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسوناش باللايك والاشتراك في قناه اي شانل يا جماعه. ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. لو سمحتوا ارجوكم ما تنسوش اللايك. يلا سلام، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. سلام.